السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاكي، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهارده احنا هنتكلم عن المترك والدايمنشن، المتركس والدايمنشن. تعالى كده ما افهمك المترك والدايمنشن في الاكسل والباور بي اي عشان انت اكيد هيبقى عندك خلفية فيهم. لما تيجي تعمل تشارت او رسم بياني لكولوم تشارت مثلا اللي هي الأعمدة دي، اللي هي رسم بياني للخط العمودي ده او اللي هي الاعمده. فهتعملها ازاي؟ بيبقى فيه عباره عن خط كده وخط كده. الخط كده ده اسمه اكس اكسس، والخط كده ده اسمه واي اكسس. اوكي، الاكس اكسس ده بيتحط فيه الصفات اللي هي مثلا اسم المنتج، اسم البائع، التاريخ، الفئات، المدن، وهكذا. اما الواي اكسس بيتحط فيه الارقام اللي عايزه تتجمع، زي عدد الوحدات، البيع، يعني مجموع البيع، مجموع البروفيت، الجروس، وهكذا. خلاص كده. فهنيجي دلوقتي ان انا اشرح لك الدايمنشن والمتركس، عشان هنا الاسامي مختلفه عن الاكسل والباور بي اي، وهنا الاسامي مختلفه. دلوقتي لو انا عايز ادوس تشارت، الصفحه البيضاء دي اللي هي اسمها كانفاس، او اللي هي القماشه اللي انت بترسم عليها، او حاجه اسمها زي ريبورت فيو في الباور بي اي. الصفحه دي كده، دي اللي هتعمل فيها الداشبورد. لو انا دلوقتي هاعمل تشارت، في هنا حاجه اسمها اد تشارت، اهي اد تشارت اهي. واختار ايه؟ اللي هو فيرتيكال بار تشارت، فيرتيكال يعني واقفه كده. هدوس هنا كده واختار هنا كده. اول ما هدوس عليها هو اوتوماتيك بيجيب داتا ويحطها. ركز، هو اوتوماتيك بيجيب داتا ويحطها. تعالى كده نوسعها كده عشان نشوفها اكتر اهي. بص، جاب الداتا هنا وحطها. انت طبعا مش فاهم ايه ده مع ايه ده، يعني مش عارفين. طب اول ما نيجي نحط الداتا هنا هتلاقي الشكل ده كده، حاجه اسمها ايه؟ اللي هي السيت اب، اسمها تشار تايبس، والسيت اب والستايل. السيت اب دي هتلاقي احنا واخدين من انهي سورس؟ احنا واخدين من امبلويز، مش احنا واخدين هنا السورس من امبلويز؟ قال لك اهي السورس هي من امبلويز، لان انت ممكن تضيف اكتر من سورس، خدت بالك؟ طب تمام. هنا بقى ركز بقى في الحته دي، الدايمنشن مكتوب عليها ايه؟ اكس اكسس. الدايمنشن مكتوب عليها اكس اكسس، حطيت لك ايه فيها؟ رقم الموظف. يعني دي الحاجات اللي دي اسمها ارقام الموظفين. طب انا دلوقتي عايز اخليها بدل رقم الموظف اجيب اسم الموظف، اروح جايب مثلا او نجيب قصدي ايه؟ المسمى الوظيفي، ناخد المسمى كده نحطها مكان رقم الموظف. بص اللي هيحصل، اهو بص: اداري، محاسب، مبرمج. فهمت قصدي ايه؟ قانوني، مهندس. طب هنا اللي محطوط في المترك، المترك دي بيحط فيها اي حاجه بتتجمع. يعني يتحط فيها راتب الموظف، او يتحط فيها راتب الموظف، راتب الموظف. ممكن نجيب بقى، شايف بقى كده صم دي كده، شايف جنب كلمه راتب الموظف، ندوس عليها كده هنا مكتوب صم. او نجيب افريج، او نجيب كاونت، او يعني نجيب المتوسط، او نعدهم، او نجيب اعلى رقم، او نجيب اقل رقم، او نجيب الميديان، او نجيب الفاريانس، وهكذا. هو ده الدايمنشن، او اللي هو الاكس اكسس. الدايمنشن ده اللي بيتحط فيه يا اما اسم الموظف، اهو اسم الموظف هتلاقيها محطوطه هنا كده اهي، او المسمى الوظيفي. بس كده، اللي هي الحاجات اللي تبقى خصائص، اسم المنتج، المدن، وهكذا. طب احنا عايزين نكبر الكلام ده كده شويه. شايف دي اسمها اكس اكسس، نيجي على الستايل، ستايل اهي. ونيجي عند الاكس اكسس، ننزل 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 ننزل، نقعد ننزل ننزل ننزل. اهي بص، بيقول لك ايه؟ شو اكس اكسس. هنخليها بس ايه؟ نخليها كده ايه؟ لا، ننزل ننزل، معلش انا اسف، ننزل. اكس اكسس زي، انا اسف اهي. شايف فونت سايز اهي؟ نخليها كده، نخليها مثلا 16 ولا حاجه. يعني نخلي الكلام كبير شويه، فاهم قصدي؟ اهي خليها 30 يا عم، هي احسن اهي كمان اهي 30 اهي. فهمت قصدي؟ وهنا ايه؟ الواي اكسس. ممكن كمان نحط لهم داتا ليبل، داتا ليبل اهي، يعني نحط هنا الارقام. يعني هنا الاعمده فاضيه، يعني ما فيهاش ارقام، فنحط اعمده. الحته دي اسمها داتا ليبل. نطلع 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 وننزل كده نزله بسيطه اهي. حاجه اسمها شو داتا ليبلز اهي. هتلاقي الداتا اهي ظهرت اهي. وصلت كده يا جماعه؟ اهي بالمنظر ده. فهنا الفكره في ايه؟ ان انت هنا نرجع للسيت اب تاني. هنا الاكس اكسس اللي هي الدايمنشن، وهنا الواي اكسس اللي هي ايه؟ اللي هي المتركس. بس كده، هو ده اللي انا الموضوع ده كده يبقى كويس قوي بالنسبه لك، عشان تقدر تشتغل اهي. حاجه زي كده اهي. احنا كده جبنا ايه؟ نعلي دي كده شويه، ونخليها كده شويه اهي. يعني ينفع نصغرها ولا ما ينفعش؟ كده اهي مثلا اهي كده كده. ونعمل واحده كمان اهي برضو، نخليها برضو هي برضو. خليها كده بالمنظر ده كده اهي. هو اول ما انت بتحط، هو بيرمي لك على طول اي حاجه، يعني بياخد اي حاجه كده ويرميها في الشارت، اللي هو الاكس اكسس والواي اكسس. يعني مش زي مثلا ايه، ان انت تسحب الشارت وانت تملاها، لا هو بيملا لك باي حاجه. فانت مثلا احنا جبنا ايه؟ ده المسمى الوظيفي، ممكن ناخد هنا اسم الموظف نحطها في الاكس. لا بص هتضرب هنا، بص خدت بالك؟ عشان معموله احنا المفروض نحطها اسم الموظف في الاكس اكسس.
اهي، ونحط راتب الموظف في الواي اكسس. لا مش هينفع، ليه؟ ايوه صح معلش، لان البار تشارت معكوسه، يعني الاكس مكان الواي والواي مكان الاكس، فاهمين قصدي ايه؟ فهنعمل هنا قصدي اسم الموظف هنخليها في الدايمنشن، حتى مكتوب دايمنشن اهو، وهنخلي راتب الموظف نخليه في المترك اهي، حتى مكتوب جنبها متركس، بس كده كده جابت اهي. ممكن نوسعها كده شويه اهي، ممكن نخليها في الستايل دي برضو، نيجي هنا كده، نيجي في البوتوم اكس اكسس اهي اهو، دي البوتوم، ده البوتوم اهو، ونيجي في الواي اكسس اهو نخليه مثلا ده 25 مثلا، ونوسع كده عشان تشوفوها اكتر اهي. يا ابني تعال اهي، بس كده اهي، ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، هنا ده الاكس اكسس وده الواي، ده الواي اكسس وده الاكس اكسس، بس كده. ده اللي احنا ده انا بس بعرفك الحاجه اسمها الدايمنشن والمتركس، عشان هنا الاسامي مختلفه شويه، بس كده. شكرا جدا ليكم، وتابعني في الفيديوهات والله هتستفيد قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.